ازاي تتعاملي مع طليقك لو في ما بينكم ولاد؟ طبعا تجربه الطلاق صعبه جدا، ربنا يكفينا كلنا شرها، لكن في ساعات بتبقى احسن من خناقه الاب والام طول الوقت قدام العيال. وانك تتعاملي مع طليقك بعد الطلاق الموضوع بيكون اصعب لو في عيال ما بينكم، وخصوصا بقى لو هم صغيرين الموضوع هيبقى محتاج شويه صبر وحكمه. قسمي مسؤوليات الولاد بينك وبينه بعد الطلاق كانكم لسه متجوزين. واهم نقطه، ما ينفعش تتكلمي بطريقه وحشه عن طليقك قدام العيال، ولا هو لما ياخد العيال يتكلم بطريقه وحشه عنك قدامهم. انت اللي هتقدري توصل لهم ان انتوا اتطلقتوا، هاتيهم واشرحي لهم الوضع بشكل مناسب يناسب سنهم، انهم يفهموا انتوا ليه اتطلقتوا علشان يتعاملوا مع الوضع الجديد من غير ما ياثر على نفسيتهم. وهتقولوا لهم ان بابا مش هينفع يبقى موجود طول الوقت، لكن ده مش معناه ان هو مش بيحبهم ولا ان احنا هنلغيه من حياتنا. في الاول الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك، لكن مع الوقت هتتعودي على الوضع وهتعرفي بعد كده تتعاملي معاه عادي جدا في كل المواقف والزيارات. اهم حاجه ما تدوريش انت وهو على مصلحه نفسكم، مصلحه العيال قبلك انت وهو، لان الطلاق بيسيب اثر نفسي وحش قوي على العيال. وزي ما احنا عارفين في حالات الطلاق العيال هي اللي بتدفع الثمن دايما. لما تتعاملوا مع بعض بشكل كويس ده هيسهل الامور بينكم ومش هيطلع عيال متعقده نفسيا. 3/4 العيال اللي بتتعالج نفسيا عند الدكاتره ابوها وامها متطلقين. مهما كانت المشاكل ومتطلقين ليه ومقطعين بعض، لازم يبقى في احترام بينكم قدام العيال. لما تيجي تطلبي منه حاجه تخص العيال اتكلمي بهدوء وبعقل. وعايزه كل الستات والرجاله المتطلقين ترفع شعار مصلحه العيال اولا. ولما تيجي تطلبي منه حاجه تخص العيال ما تطلبيهاش قدامهم، عشان انا عارفه الامهات وتقعدي تقولوا لهم ابوكم مش راضي يجيب لكم، ابوكم مش راضي يعمل لكم، بيدور على نفسه وبس. تقيله شويه. ولما تيجي تطلبي منه حاجه ويرفض ما تضغطيش قوي، جايز ظروفه ما تسمحش، الله اعلم بيه، خليكي هاديه شويه عليه. اما بقى لو لغه الحوار بينكم معدومه وكل ما تتكلموا تتخانقوا وتعملوا مشاكل والعيال هي اللي مدعوكه في الرجلين، شوفوا وسيط بينكم هو اللي يوصل الكلام بس يكون امين عشان ما يشيلش الدنيا ويشيل النفوس. لو طليق بقى ما بيسالش على عياله خالص، اوعي تقولي لهم كده كده لازم يفضل كبير في نظرهم. معلش تعالي على نفسك شويه، انا عارفه ان ده بيبقى صعب واحنا بنبقى متغاظين، بس قولي لهم ان ابوكوا دايما بيسال عليكم وبيكلمني وعارف عنكم كل حاجه، بس هو مشغول شويه. اللي عايزه اقوله في الاخر، زي ما اهالينا قالوا، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، اتجوزنا باحترام نتطلق وننفصل باحترام. ولو في امكانيه ان احنا نستحمل شويه علشان العيال سواء منك او منها، احنا كبار كفايه نستحمل شويه عشان العيال. يا جماعه العيال اهم منكم، ما تبقوش انانيين وكل واحد يروح يدور على نفسه وحياته وعيشته، والعيال اللي بتروح في الرجلين. ربنا يبعد عنكم كل حاجه وحشه. ويا جماعه خراب البيت مش بالسهل، حافظوا على بيوتكم، ربنا يسترها.